اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. ده فيديو جديد هنتكلم فيه عن الخفايا والاسرار اللي موجوده في الجهاز E03S. طبعا الاسرار والخفايا دي والحاجات والفيتشرز اللي احنا هنوضحها لكم النهارده ممكن تلاقيها او مش ممكن، هي اكيد يعني ان شاء الله هتلاقيها في اي جهاز سامسونج. تمام. طيب تعال نبتدي على طول. مبدئيا لازم تعرف ان زرار الباور ده او البصمة مش وظيفته ان هو يفتح ويقفل الجهاز بس. لا، ده انت ممكن تستخدمه ان انت لو ضغطت عليه مرتين يفتح لك الكاميرا، ضغطت عليه مرتين يفتح لك الواتساب. انت اللي بتحدد الابليكيشن اللي انت عايز تفتحه من خلال ضغطة مرتين سريعة على زرار الباور. طب ده هنجيبه منين؟ ندخل على الاعدادات، ندخل هنا على الميزات المتقدمة، في حاجة هنا اسمها المفتاح الجانبي. هنا بتختار يا اما تشغل التشغيل السريع للكاميرا او تختار فتح تطبيق. فمثلا لو انت اخترت فتح تطبيق بيفضل محمل كده معاك. مثلا انت ممكن تختار اورنج مثلا. تمام، يبقى انت كده عملت اورنج. لو انت عملت ضغطتين بص، خلاص هو فتح معاك اورنج. تمام. فالفكرة دي فكرة جميلة جدا، بتختصر عليك وقت. ان انت لو في تطبيق بتستخدمه بشكل سريع هتستخدم زرار الباور او زرار البصمة اللي في الجنب. ده اول حاجة بنتكلم عنها. طيب تاني حاجة، انت لو ملاحظ هتلاقي في حاجة جنب في الجنب كده زرقاء، وفوق كده بص في علامة قوس كده. طيب دي ايه بقى؟ دي مفتاح جانبي. يعني ايه؟ او لوحة جانبية. لو سحبتها كده هتلاقي كل التطبيقات اللي انت بتستخدمها بشكل سريع انت طبعا اللي بتحددها. لو عملت كده هتلاقي ان انت ممكن تاخد سكرين شوت عن شكل مستطيل او شكل بيضاوي او رسوم متحركة او التثبيت على الشاشة. لو عملت كده هتلاقي مثلا المكالمات او الاشخاص اللي انت بتكلمهم بشكل يومي ودوري، فلو دوست عليها هتقدر ان انت تتكلم بشكل سريع بدل ما تقعد تعمل سيرش على الرقم. طب الكلام ده احنا جبناه منين؟ تدخل على الاعدادات، تدخل على الشاشة، وبعد كده هتلاقي في حاجة هنا اسمها لوحات جانبية. انا مفعلها، هتدوس عليها. ده منظرها بالظبط. لوحات التطبيق دي بيظهر لك اللوحات اللي انت عايز تخليها على الجنب. انا مخلي مثلا التطبيقات ومخلي الاشخاص اللي انا بتصل بيهم ومخلي التحديد اسمها التحديد الذكي. ممكن انت بقى تخلي حاجات تانية، تخلي مثلا درجة الحرارة، تخلي مثلا اي حاجة تانية، ده براحتك جدا. وفي طبعا لوحات جانبية كتير عن طريق الجالاكسي ستور. لو انت دخلت على الجالاكسي ستور كده هتلاقي في حاجات تانية ممكن ان انت تنزلها كداونلود بشكل يعني براحتك خالص. اختار بقى انت وعيش حياتك يا باشا. تلاقي في حاجات لطيفة جدا بتساعدك ان انت توصل للتطبيقات او للحاجة بشكل سريع. طيب انت مطلوب منك ان انت تعدل ازاي؟ ببساطة شديدة تدخل كده وتعمل تعديل بالقلم اللي تحت ده. بيظهر لك كل التطبيقات زي ما انت شايف. بتسحب التطبيق اللي انت عايزه، يعني مثلا كده تسحبه هنا. خلاص هو بقى هنا في اللوحة الجانبية. طيب لو تلاحظ ان في تطبيقين جنب بعض يعني فوق بعض كده، ايه ده بقى؟ ده عبارة عن ايه؟ بص يا باشا، انت لو ببساطة بتستخدم مثلا على سبيل المثال اليوتيوب، وفي نفس الوقت وهو اليوتيوب شغال انت عايز تكتب ورا اليوتيوب او المحاضرة اللي انت بتسمعها، فبتفتح النوت بتاعت سامسونج. فانت عايز تعمل الاتنين في وقت واحد. هتقول لي اقسم الشاشة، هقول لك لطيف، ما هو ده اللي احنا هنعمله، ان احنا بنقسم الشاشة. بتعمل عرض كده، تقسيم شاشة، وبعد كده بتختار اليوتيوب بتاعك. طيب انت بتستخدم القصة دي على طول، كل مرة هتيجي تفضل تقسم الشاشة؟ يعني مش لطيفة. طيب شايف التلات النقط دول؟ هتدوس عليهم، وشايف العلامة دي؟ هتروح عامل كده. اول ما بتعمل كده خلاص هي جت في الجنب. فانت طول الوقت اول ما تحب تفتح اليوتيوب مع النوت مثلا،
هتروح دايس عليها كده مره واحده، هي فتحت معاك، هي قسمت لك الشاشه مره واحده، مش كل مره هتفضل تقسم الشاشه. تمام. فدي حاجه فعلا لطيفه جدا، انا يعني حسيت انها جميله جدا. طيب ايه بقى فكره القوس ده يا جماعه؟ شايفين القوس ده؟ هو لونه طبعا شفاف شويه اهو، شايفين؟ لو انا سحبته كده، دوست عليه كده، هيظهر لك شويه حاجات انت ممكن تعملها. انت ممكن تقفل الموبايل، ممكن درجة الصوت، ممكن تاخد سكرين شوت. انا الحقيقة مستخدمها كسكرين شوت، يعني اول ما بدوس عليها بعمل كده، هو خد سكرين شوت على طول. فدي الحاجة الحقيقة لطيفة جدا. طب بجيبها منين؟ اعدادات، امكانيات الوصول، وبعد كده بندخل على الضبط المتقدم. لا، تفاعل ومهارات، متأسف. ندخل على تفاعل ومهارات. في حاجة هنا اسمها قائمة المساعدة، بتدخل عليها وبتحدد انت بقى، يعني بتخش هنا بتعمل تحديد عناصر قائمة، بتحدد انت الحاجات اللي انت بتستخدمها بشكل دوري، بتخليها عندك في الجنب هنا زي ما انت شايف كده. تعمل بقى سكرين شوت، تعمل مثلا زي ما انت شايف كده، بتسحب لتحت او لفوق زي ما انت عايز. يعني انت ممكن تعمل كده، تدوس عليها كده، خلاص هي بتتلغي، بتنزل تحت مثلا. فانت مثلا اهو كل ده انا مش عايزه مثلا، كل ده انا ما بحتاجوش، مش محتاجه مش محتاجه مش محتاجه مش محتاجه مش محتاجه. انا هخلي بس ايه؟ صورة الشاشة. تمام. واعمل باك. انا طبعا بعمل تفعيل، اول ما بدوس عليها خلاص هو عمل سكرين شوت. تعال نطلع بره كده، بص، بدل ما اعمل زرار الباور مع خفض الصوت عشان اعمل سكرين شوت، الموضوع بقى اسهل بكتير جدا. تمام. طيب حاجة تانية في الموضوع، المكالمات او السجل المكالمات، تدخل عليه، هتعمل 3 نقط دول، تخش تدخل على الضبط. الضبط ده الحقيقة فيه بقى حاجات لطيفة يعني. طبعا احنا هنا في تسجيل مكالمات، خلفية المكالمة. ايه بقى خلفية المكالمة دي يا جماعة؟ ان انت ممكن تعمل خلفية للمكالمة بتاعتك لما حد يتصل بيك، فتعمل خلفية وتختار الخلفية اللي انت عايزها، او تنزل بقى. تمام. دي حاجة لطيفة جدا. طيب الحاجة اللي بعد كده، هتلاقي فيه هنا بيقول لك رسائل الرفض السريع. يعني ايه؟ يعني انت بتكتب هنا رسالة، لو انت مش عايز ترد على حد بتكتبها، تمام، ويرجى ارسال رسالة نصية، وبتكتب بقى اللي انت هتقوله في حالة ان انت لو عملت كنسل على حد، هيتوصل له رسالة بشكل سريع ان انت دلوقتي في اجتماع، ان انت دلوقتي في الشغل، مش هينفع ترد دلوقتي، الكلام ده. طيب هنا في حاجة اسمها خدمات اضافية، ندخل عليها ونشوف ايه اللي جواها بقى. هنا في تحويل مكالمات، حجب مكالمات، انتظار المكالمات. يعني ايه تحويل مكالمات؟ يعني انا عايز احول الرقم بتاعي لما حد يتصل عليا، احوله لرقم تاني على جهاز تاني. ليه؟ احيانا بيكون في مشكله في الشبكه، عندي مثلا اورنج مشكله في الشبكه، وعندي شبكه مثلا فودافون قويه في المنطقه دي، فبعمل تحويل. تمام. طبعا خاصيه التحويل دي لازم تكون مفعله اصلا من الشركه اللي انت تابع ليها. بتعمل تحويل في حال مشغول، او في حال عدم الرد، او في حاله خارج التغطيه. الحته دي يا جماعه مهمه جدا جدا، بتنقذ ناس كتير جدا. بس طبعا لازم يكون عندك معلومه ان انت في حاله تحويل المكالمات لرقم تاني، في الحاله دي انت بتتحاسب على المكالمه حتى لو انت مستقبل المكالمه. طبعا لازم يكون عندك حاجه اسمها كول فورورد، دي لازم تكون خاصيه موجوده في خطك، بتتصل بالشركه وبتفعلها. فالحاجات يعني دي الحقيقه يا جماعه ان الحاجات دي لطيفه جدا. طيب ندخل على تطبيق الكاميرا. يعني في حاجه لطيفه، رغم ان احنا بنستخدم تليفون ضعيف او تليفون اقتصادي، لو دخلت على المزيد هنا هتلاقي في حاجه اسمها هايبر ليبس. ايه هايبر ليبس دي؟ هايبر ليبس دي ان انت عايز تعمل فيديو سريع، بتصور حاجه بس فيعملها لك بشكل سريع، عكس سلو موشن او عكس التصوير البطيء. دي حاجه الحقيقه برضو انا
حسيت انها لطيفة جدا بالنسبة لتليفون اقتصادي، فالحقيقة حبيت ان انا اشارككم بيها. اتمنى ان انا قدرت اكون بفيدكم. ما تنسوش لايك للفيديو، لو احتجتوا اي سؤال انا مستنيكم تحت في الكومنتات. تحياتي ليكم.